أنت درست العلوم السياسية أكاديميا. أي يمكن هذا الموضوع فادك هو بالحقيقة فادا وضرا. فادا لأنه أنا يعني أتصرف بحسب اختصاصي، لكن ضرا بأنه الجو العام في العراق بعيد عن الأكاديمية. هو عبارة عن تدري الدولة الديمقراطية معنى دولة المواطنة. احنا لازلنا مواطنة الطائفة، أي بمعنى احنا يعني لازلنا لم نصل إلى دولة المواطنة. أنا لي حصة في العراق كلامهم كمواطن، لي حصة. أنا على أساس أنا إذا رحت للطبيب أنا أدفع بالشهر أكثر من راتبي. زين وين ضمان الصحي؟ لا أنت مخلي المستشفيات تخصيصات لوزارة الصحة، تخلي مستشفيات تستقبلا سواء كان في علاجي وفي فحصي وفي عمليتي وفي الدوائي كلها بفلوس. صح. زين أنا شنو يا راتبي 500 أو معدل رواتبنا 750، تروح لأي مستشفى ياخذ منك 500,000 بحالة واحدة. أنا أعتقد إلى شعبنا أن يذهب لاختيار الأحسن والأشرف واللي عنده تاريخ، لأنه هم السبيل الوحيد لمواجهة الفساد المستشري في المشهد السياسي، وبالتالي هم أداة حقيقية لإعادة بناء الدولة بشكل صحيح حتى توفر الحقوق للناس. حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ليش سياسة. ضيف حلقتنا لهذا اليوم سياسي معروف. خلونا نرحب بالدكتور طلال حسين الزوبة. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. نورت. أنت كلش نور. الله يخليك ويحفظك. بداية دكتور أكيد يعني تغني عن التعريف، لكن كبروتوكول طبيعي بالبرنامج البطاقة التعريفية لحضرتك. أنا طلال حسين محسن علي الزوبعي، خريج ابتدائية الشيخ ضاري ومتوسطة الشيخ ضاري، خريج دار المعلمين عام 79. نعم. الأول على الخارج سنة 80، طالب في كلية القانون والسياسة 84. جميل. بعدين طالب في كلية الضباط الاحتياط وضابط سابق في الجيش العراقي عام رسالة مشاة، ومن ثم 88-90 خلصت ماجستير علاقات دولية وتعينت في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، وبعدين قبلت الدكتوراه وأصبحت أستاذا فيها ما شاء الله عام 2010. حلو جميل جدا. من العلوم السياسية إلى العسكرية، من بعدها إلى مجلس النواب بسنة 2010. احكينا على هذه المسيرة الحافلة. أولا شكل يعني كلها مدارس معرفية، يعني إذا كانت العلوم السياسية فمعرفتها معرفة السلطة نعم. والدولة والمجتمع. وتعرفين أنه كل كتاب يعني السياسة ابتداء من أفلاطون وصولا إلى آخر علماء السياسة يتكلمون عن السلطة والدولة والمجتمع السياسي وارتقاء وانخفاض مستوى الناس وكيف تكون الديمقراطية وسيلة للبناء ويمكن أن تكون وسيلة للهدم في نفس الوقت. وعلى هالقاعدة هاي احنا يعني درسنا العلوم السياسية ودرسناها خاصة في مادة الفكر السياسي. صح. العسكرية مؤسسة الإعداد الحقيقي لرجل السلطة، لأنه المؤسسة العسكرية كانت في دول العالم الثالث هي الرافد الحقيقي لتولي المسؤولية في دول العالم الثالث، والعراق بالفعل كان جزء من هذا. وبالتالي كانت المؤسسة العسكرية ترفض بحكم كونها منظمة تنظيما دقيقا، أرفدت المشهد السياسي العراقي. فمنذ عام 58 حتى سقوط البكر كانوا كلهم قادة عسكريين، وبالتالي استطاعوا أن يديرون الدولة. ومو في العراق، في كل دول في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية. يعني بالتالي أعتقد المسألة ضرورة من الضرورات أن أي شعب يمر بها حتى يعد إعدادا بدنيا وعقليا. صح. أما العمل في المجلس النواب فهو يعني هو ذروة العمل التشريعي والرقابي، وبالتالي يعني الدولة التي فيها مؤسسات تشريعية ورقابية فاعلة تكون متقدمة بالفعل. لكن اللي حصل في العراق تجربة فتية نتيجة يعني هي متداخلة مع الاحتلال متداخلة مع العنف والإرهاب والطائفية، فكل هالأشياء سلبت يعني مزاج وذوق الديمقراطية للمجتمع. وبالتالي يعني احنا في ظل نظام ديمقراطي لكنه بعض السلوكيات طائفية. بالتالي كانت الطائفية أحد الأسلحة التي يستخدمها السياسيين لترويج لأنفسهم. ولذلك احنا عشنا حقيقة على أقل تقدير أن عندما كنت نائبا من 2010 حتى 2014 في فعل طائفي ورد فعل طائفي. أخرجنا القوات الأمريكية عام 2011 بالتعاون مع شباب
الشباب اللي موجودين في المجلس، لكن لم نستفد. بدأ سلوكيات إدارة السلطة والدولة خاطئة، مما حفز على وجود تجاوزات حقيقية لكرامة الناس وحقوقهم، وبالتالي وفر أرضية ذهبية لانتشار المسلحين في المناطق الغربية من كثر المعاناة التي حصلت لهم. نعم. وبالتالي كأنك يزيد ما غزيت، رحنا يعني أخرجنا القاعدة، أهل المنطقة الغربية أخرجت القاعدة لكن لم تستفاد، خرجنا القوات الأمريكية لكن لم نستفاد. وبالتالي الجو الطائفي المشحون كان أحد العلامات، والفساد كان أحد العلامات التي تغذي رأس السلطة في العراق على أن هاي المناطق تحوي إرهابيين، وبالتالي وجهت أمنيا أكثر ما تواجه في وعي سياسي وكذا. وبالتالي أتى داعش واستولى على كل المنطقة، وكأن العراق رجع إلى نقطة الصفر. طيب. وبالتالي حشدنا أنفسنا إحنا والآخرين، هم دمرنا المناطق وهم هجرنا بس المناطق. رجعت. الحمد لله. رجعت. لكن هذه محطات رئيسية يجب أن تقرأ لماذا حدث العراق هكذا. يعني ما شاء الله، يعني ما راح يبقى لي وقت أسألك دكتور، يعني سياسي معروف، ثقافي، أدبي، ما شاء الله ملم بكل التفاصيل. خلينا نحكي عن دراسة العلوم السياسية. هو هذا الموضوع، خلينا نحكي في المجال السياسي أكثر. أنت درست العلوم السياسية أكاديمية. أي ممكن هذا الموضوع فادك بموضوع هو بالحقيقة السياسة. فادا وضرا. فادا أي لأنه أنا يعني أتصرف بحسب اختصاصي، لكن ضرا بأنه الجو العام في العراق بعيد عن الأكاديمية. هو عبارة عن، تدري، الدولة الديمقراطية معنى دولة المواطنة. نعم. احنا لازلنا مواطنة الطائفة، أي بمعنى احنا يعني لازلنا لم نصل إلى دولة المواطنة. ولذلك من غير المنطقي أن تبني فكرا سياسيا ونظما وقواعدا وقوانين هي تخص الديمقراطية على واقع هو بعد لا زال طائفيا. طيب، معقولة دكتور احنا بسنة 2025 المفروض انه احنا وصلنا لأبعد نقطة ممكن من الفكر، من الوعي؟ معقول بعد انه هذا الحس موجود؟ شعارات موجودة الآن بالشارع، لا تنطوها، دير بالكم، لا تنطوها. شنو معنى لا تنطوها؟ يا تنتخب. لا تنطوها يعني السلطة لا تنقاد منكم. ايوه، هذا جزء من المناغمة الطائفية للجماهير، للناس. يقول لك أنا كل شيء ما سويت، كل شيء ما أنجزت، ما حولت العراق من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة. لا ارتفع مستوى دخل الناس، لا ارتفع مستوى ثقافة الناس، لا وصلنا إلى تقنية معينة. احنا الآن لا نقارن بأي دولة مجاورة لنا، احنا أدنى منها. ولأنه أدنى منها ما عندنا سلاح نستطيع أن نعيد انفسنا الأشخاص المذكورين الذين يمارسون الطائفية إلا بالإرجاع إلى نفس الجو الطائفي، حتى ندفع الناس غرائزيا للتصويت وليس عقليا، لأنه البنى السياسية بنى عقلية إدراكية، بينما البنى الطائفية هي بنى غرائزية. صح. يعني مثل العشائرية والطائفية، كل أنت والله ابن عشيرتي أنا انتخبه، والله ابن طائفتي أنا قف وياه. هذه بنى، لا، هي بنى تقليدية. بالبنى السياسية يفترض أنا أنتخبك لأنه كفؤ، لأنه نظيف، لأنه عندك قدرة على الإنصاف، لأنه عندك قدرة على الرقابة والتشريع. هذني أنت ما تحسبهن بالسياسة. الجو الطائفي والجو العشائري لا يسمح بالولوج بهذا المشهد. ولأن السياسة لا يمكن أن تنجح والدولة لا يمكن أن تقام إلا أن نلج إلى اختيار الأحسن والأنظف والأكفأ. أكيد. دكتور، بصراحة خلينا نحكي عن تجربتك السابقة في مجلس النواب. لو ردنا نقارنها بالظروف الحالية، وأيضا صارت حتى التواصل ويا الناس اليوم أسهل لو أصعب؟ لا، كانت تجربة قاسية مرة. يعني مناطقنا تتعرض إلى الاعتقالات بكثافة بدون رحمة، وربعنا يتعرضون إلى التجاوزات كرامتهم يوميا وإحنا قاعدين بمجلس النواب. أما أن تسكت وتداري السلطة وبالتالي تحصل على الغنائم، أو تقف بالضد وتبدأ تستخدم الإعلام بأقصى طاقة لكشف كل هؤلاء الناس الذين يهددون وحدة المجتمع والدولة، أنا اختاريت أن أقف بالضد من كل التصرفات الحكومية التي كانت تتجاوز على الناس. اليوم صار الناس عندها وعي. ولذلك دافعت بضراوة عن أهلي وتحملت مسؤولية هذا الدفاع. تعرضت 5 مرات إلى محاولة اغتيال. ليش؟ لأنه أنا كنت أتابع لحظة بلحظة عمليات التجاوز على الحقوق والحريات. كانت المناطق عبارة عن كانتونات، كل منطقة مسيجة كانتون بمدخل ومخرج، وهذا مشهد معروف حتى عام 2014. نعم. عندما يعني بنهاية 2014 عندما تولى
العبادي خف هذا الوزن، لكن يتنا مشكلة أخرى، هو وجود داعش في مناطقنا، وبالتالي إخراجه كان يتطلب تدمير هذه المناطق والتحقيق وياهم، ولذلك راحوا حوالي 10 ملايين نازح من حزام بغداد والمحافظات الغربية اللي احنا نمثلها. صح. لأنه تقارير، تدري تقارير يعني الاستخبارية وتقارير المدري ايش تقول لك هذول هاي مناطق بإرهاب، وبالتالي لا زالت؟ لا، أنا ذاك أتكلم حتى عام 2014، ومن ثم دخلنا بداعش حتى عام 2017، وما بعدها يعني الأمور صارت أحسن، لكنه من الفساد ما خلى أي بناء. هذا تروح يعني بغداد غير تقسم الصرفيات مالته على يعني على الأمانة من جهة، وعلى الأقضية الستة المحيطة بها من جهة، فساد مالي كل الدنيا كله. ولحد الآن يعني الآن تونا بدينا نحط مجاري لمدن صار لحوالي 100 سنة مبنية، وهذا دليل على أنه يعني النظام السياسي لم يكن يعني ما استفادنا من النظام الديمقراطي حتى نبني مؤسسات تواجه الفساد وتصرف الأموال بشكل صحيح بحيث تنعكس على حياة الناس ومستقبلهم. تغيير مطلوب دكتور، صح؟ أكيد. بالنسبة للوجوه الجديدة، هو شوفي يعني هو التاريخ أهم من التغيير. الأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبض العلم بقبض العلماء، والسلطة تفسد بذهاب الخيرين. أنا أجيب لي خيرين الآن يديرون السلطة، شرفاء ما يمدون يديرون على مال العام، الأموال تحفظ ومن ثم توضع ضمن خطة ممتازة وتنجز إنجاز زين، العراق يصير جنة. أكيد. لكنه البوق والسلب والنهب ومالاتي ومالاتك وغطي لي وغطي لك هو اللي أوصل العراق لهذا. نعم. اليوم صار الناس عندها وعي دكتور بصراحة، الآن أكثر وعيا مما كان عليه. جميل. خاصة الشباب، يعني داخلين جزء من الشبكة العنكبوتية، وبالتالي عندهم أصدقاء يعني جائز لا يتفقون في العقيدة ولا في اللغة، لكن هم أصدقاء يفكرون، وبالتالي استخدام يعني برامج الترجمة الآلية سمحت لأن يعرف أشياء. شنو النائب؟ هل النائب كل نهار يوخر مدير بلدية ويصور مكانه له النائب؟ لازم يشرع قوانين، لازم يصير فيلسوف أستاذي كيف يصنع للدولة طريق من خلال القوانين، وكيف يراقب تنفيذ القوانين، وكيف يراقب السلطة التنفيذية صاحبة السطوة والمال والحد منها على الناس. نعم. بالنسبة لتحالف العزم، شوف أنه راح يتصدر الانتخابات؟ احنا نعمل على هذا، لأن نعتقد جازمين أنه الأقرب للناخبين، وجهدنا لازم ينصب على تغيير مزاج الناخبين نحو تحالف عزم وتأييدها. ولأنه احنا الآن مركزين على قضايا علمية تبني الدولة كمؤسسات، فيفترض إذا أكو ثقافة عند الناس احنا الأقرب. ولأنه الوعي تنامى، إذن سنستفاد كثيرا من الوعي المتنامي، وقبول مراكز المدن خاصة في بغداد من قبول الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيمنحنا فرصة ذهبية لمواجهة منافسينا. طيب دكتور، أنت من محبي الشاي ولا القهوة؟ أنا أشرب شاي، لأن العراقي أصلا يحب الشاي، ولذلك ماكو غنية عن القهوة في الفلكلور العراقي. حلو، جميل جدا. إذن نروح الفاصل، نشرب شاي ومن بعدها راجعين. إذن مشاهدينا نروح لفاصل ومن بعدها راجعين مكملين معاكم. إذن رجعنا معكم مشاهدينا بمحور حديثنا لهذا اليوم مع الدكتور طلال الزوبع. حياك الله من جديد دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. حضرتك شنو اللي راح تقدمه؟ برنامجك شنو راح يتضمن؟ أنا أعتقد جازما إنه الديمقراطية في خطر إن لم تحقق مجموعة قوانين تشرع تخدم الناس. أول قانون شنو هي؟ قانون ضمانات الإعانة، أي بمعنى تشريع قانون يعطي لكل العاطلين العمل راتبا مكافئ لأقرانهم الذين تعينوا في القطاعين العام والخاص، وعلى الحكومة تنطي هذا الراتب وتبحث ليل ونهار لتوفير فرص عمل لهم. والبطالة اللي تعطى إعانات يجب أن لا تتجاوز في دولة مثل العراق 2% من العاطلين. يعني احنا نقبل بوجود 2% عاطلين على العمل وندفع لهم إعانات، أما الآخرين فيفترض أن نوفر لهم فرص عمل من خلال الاستثمار والقطاع الخاص. ولأنه الفساد عشعش
في السلطة التنفيذية. فلا، احنا ما استفادين من القطاع الخاص، وفرنا لهم أحسن أراضي، وفرنا لهم أموال بلا حدود وتسهيلات، لكنه ما مشغلين إلا 5% من استحقاقات التشغيل لمواطنينا. ولذلك لابد بطالات الإعانة، ضمانات البطالة، أي رواتب تدفع لهؤلاء حتى يساوون أقرانهم أهل الواسطات اللي تعينوا في القطاع العام والخاص. أو الناس ما تسكت بعد. على أساس أنا مالك للثروة الطبيعية للنفط والغاز وغيره، وأنا ما أقدر أعيش. لا توفر لي عمل ولا تنطيني ضمان. لو توفر لي عمل لا تنطيني ضمان. ولأن الدول الأوروبية المتقدمة في ظل النظم الرأسمالية ذهبت لهذا المشروع فأدى إلى الاستقرار. ولذلك لا استقرار في العراق إلا به. هذا واحد. 2، أنا لي حصة في العراق كلام كمواطن، لي حصة. أنا على أساس أنا إذا رحت للطبيب أنا أدفع بالشهر أكثر من راتبي. زين، وين ضمان الصحي؟ لا، أنت مخلي المستشفيات التخصيصات لوزارة الصحة تخلي مستشفيات تستقبلا، سواء كان في علاجي وفي فحصي وفي عمليتي وفي الدوائي كلها بفلوس. صح. زين، أنا شنو يا راتبي 500 أو معدل رواتبنا 750، تروح لأي مستشفى يأخذ منك 500,000 بحالة واحدة. ما تكفيها، وحتى ما تكفي مراتك. وبعض الناس ما تروح للدكتور لأنه عندها إيجار وعندها دامت تقهر هذا الطبيب بالانترنت ويقول لك بالكن تعالج. صح بالفعل. هذه مصيبة، إنه مواطنك خايف ما عنده راتب، خايف ما عنده يدفع للصحة، خايف ما عنده سكن. زين، ليش ماكو ضمانات سكن؟ البرنامج الحكومي بأسوأ صوره كان يقول 300,000 شقة للمواطن العراقي خلال 10 سنين. هذه تنحل، هذه المعضلة لازم تنحل. أنت ما عندك حل. لازم الآن، يعني بحسب القرار اللي صار، لازم الآن 3 ملايين شقة سكنية من أحسن نوع توزع للعراقيين ببلاش. لأنه أنت يا الحكومة منطينك حق إدارة النفط والغاز، وأنت تمثلين ومؤتمنة على أمانة، وأمانة تسرب إلى 5% من الناس. شلون يصير؟ ولذلك ما حد يسكت. إذا لم تشرع قوانين تضمن حقوق الناس أبدا لا يمكن أن يكون هناك استقرار. وأصل شرعية أي سلطة بالاستقرار مالها، قبول الناس لها. إذا الناس رافضتها، أي ديمقراطية نتحدث عنه. وعلى ذلك لازم يشرع الذن القانوني. القانون الثالث قانون الخدمات. شنو كهرباء ما عندي صار لي 20 سنة؟ ليش؟ قطاع الواير. ليش ما عندي كهرباء؟ أنا مستعد أدفع فاتورة معقولة بحسب حجم راتبي. يعني إذا يدفع المواطن 30,000 وتوفر له كهرباء 24 ساعة، ليش ما يدفع المواطن؟ لكنه أنت سوي لي كهرباء عدلة. أنت المتجاوزين تنطيهم، اللي قاعدين بالبيوت الحقيقية أخي فوضى لا يصلح القوم، فوضى لا سرعة لهم، ولا سرعة إذا جهلهم سادوا. فيجوز الشكل. يعني أنا الآن كثير ناس محجمة تقول لك أنا عايش أروح الانتخابات ما يصير تصليح. لذلك لابد وأن تقعد رحات على أخته. شنو معنى تقعد رحات على أخته؟ معناتها لابد أن نعيد آلية بناء الدولة وحقوق الناس. السلطة لها حقوق والناس لها حقوق. الموازنة بين الاثنين هو الأصل في بناء الدولة. وبالتالي الانتقال من رجال سلطة يبحثون عن غنم إلى رجال دولة يبحثون عن خدمة الناس. تعرف دكتور، اختصرت عليه كثير من الأسئلة بهذا الكلام بصراحة. خلينا نحكي بالنسبة جمهورك في حزام بغداد، ولا أنه تكون متفرقة به؟ لا، جمهور تدري هو حزام بغداد وبغداد متلازمان. يعني نفس الثقافة. تدرين بعد ما أتت الإعلام والإنترنت وهذا أصبحت الناس متشابهة. نعم. لكنه يبدو أن أهل بغداد هم أكثر ثقافة بالقياس الأقران. نعم. لكن جمهورنا تدري نحن من سكنة حزام بغداد ودرسنا من السبعينات في بغداد، وبالتالي جمهورنا يتوزع يعني كرخة ورصافة. نعم. بالإضافة إلى حزام بغداد. يعني ما أعرف دكتور بصراحة، قلت لك اختصرت عليه كثير من الأسئلة ما شاء الله. طيب، حضرتك عملت نائب لرئيس لجنة السياحة والآثار النيابية. خلال عضويتك في مجلس النواب تحسن وضع السياحة بالعراق؟ لا، أولا جاهدنا مجاهدة وأنا زين سويت. نعم. كانت هيئة السياحة وهيئة الآثار رادوا يفلشون، قلت لا 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 لا، خلوهن وراح نبني دنكتين نبني عليهن وزارة السياحة والآثار. تخصيصات السياحة والآثار بسنوات 2012 و13 و14 صفر. لا، بل الحكومة ما خلتنا نشتغل مطلقا،
ولا رئيس مجلس نواب آنذاك عنده إيمان بأن السياحة هي القياس الحقيقي لتقدم أي دولة. وأنت تعرفين الآن تقاس الدول شقد سواح يأتون لها، لأنه يعني مصدر معاشي، مصدر دخل عالي جدا بدون خسائر. صح. تدرين كل 3 سواح يوفرون فرصة عمل، فإذا ماتوك 10 ملايين سائح عندك 3 ملايين فرصة عمل. واحنا لم نستفاد. لا احنا فقد احنا كان جنوب العراق والفرات الأوسط مستقر، يبت 6 ملايين سائح ما خلوهم يطبون، ما خلوا هذا المشروع يمشي، لأن ما يريد تقدم للبلد، ما يريد البلد ينكشف على حقيقته وممارساته. ولذلك يعني من يصير البناء متخلف لا يمكن أن يخليك تتقدم. أنت من تشوف أكو سياحة متقدمة، من تشوف أكو سواح يأتون إلى أي بلد. ولذلك تتبارى الآن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، ألمانيا وإنجلترا وتركيا. شقد عدد السواح الجايين تقاس أحد عوامل قياس تقدم البلد دخول عدد السواح بالفعل. ولذلك احنا الآن هاي المملكة العربية السعودية الآن تطمح ل 100 مليون سائح يأتون بالسنة إلى 150. زين احنا بالعراق عندنا كل أنواع السياحة، من أقصى جنوب العراق إلى أقصى شمالية، من دينية إلى أثرية إلى تراثية إلى جغرافية إلى طبيعية، وما مستفادين. هذه الأهوار ولذلك خسارة. احنا خسرانين قبل. لو تشوفين تخصيصاتهم يعني هيئة الآثار بائسة. هذا اللي احنا ميزتنا انه احنا اهل حضارة، احنا التاريخ كله يمنا يرتكز، لكنه احنا عايفينه وعايفين الاستفادة منه. نعم بالتأكيد. دكتور طلال، بكلمة أخيرة حابة تقدمها لكل السادة المشاهدين. أنا أعتقد إلى شعبنا أن يذهب لاختيار الأحسن والأشرف واللي عنده تاريخ، لأنه هم السبيل الوحيد لمواجهة الفساد المستشري في المشهد السياسي، وبالتالي هم أداة حقيقية لإعادة بناء الدولة بشكل صحيح حتى توفر الحقوق للناس. لا أن يكون الشعب عبارة عن مجموعة من يعني التعبانين واللي قاعدين بالشوارع لا عيش لهم. احنا نريد شعبنا يكون بأعلى صورة وأجل. احنا مو أقل من دول الخليج، نفطنا أكثر من نفط الخليج، وبالتالي الرئيس الأمريكي شفتيه من عبه أهل النفط، لكنه أنت ما تعرفون تتصرفون به. هذا دليل على أنه إدائنا لا يرتقي إلى مستوى الطموح. نعم. شكرا لك دكتور طلال الزوبعي، شكرا لأنه تكلمت بهذه الحقيقة، ما جملت الحقيقة ولا جملت الواقع. كن صريح، هو لازم تصور الواقع مثل ما هو حتى تنقله إلى واقع. بالفعل. شكرا لك. أهلا وسهلا دكتور. نعم، إذن مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش سياسة. انتظرونا بحلقات أخرى. بالختام تقبلوا تحياتي أنا رائدة فاضل وتحيات كل كادر العمل. مع السلامة.